الفهم عند القاسمي والترجمة في كل حلقة نبصر يكثر تمام. فخر اليمن ابن اليمن بل أودمه. ورحمة الله وبركاته. أيش رأيك بقناة زوايا مظلمة؟ قبل ما تسمع رأي ادخل وعينك حلقة من حلقات أيمن القاسمي وكتب رأيك في التعليقات، يعني كي لا تكتب هذا أدي القصيدة مشان يشتهر أو لأن الأسبوع الماضي جبت القصيدة على الفراس، يعني شفت تعليقات ما كانش لازم إنهم يعملوها، لا أخص الكل، بس في بعض التعليقات ناس تقول جابها مشان يشتهر وناس قالوا حسد وناس. الموضوع يا جماعة موضوع الدراسي إنك انت راسله من قبل كان يرد يعني 5 دقائق 10 دقائق يرد، أنا راسلتك 7 أيام ما رد، رجعت جيت له قصيدة بعد ما سمع الأصوات، يعني جابلي بعد ما سمع القصيدة جابلي أصوات بالواتس، وهنا انتهى الموضوع. لهذا السبب ما فيش داعي تكثروا بالتعليقات. أما بالنسبة لقناة زوايا مظلمة أنا أقول لكم والله العظيم إنها قناة ترفع الرأس، والأخ أيمن القاسمي يعني يقدم محتوى مش موجود باليمن، يعني قناة تسمى قناة تحليلية أو قناة استخبارية. كم كشف يا أكاذيب كانت مغروسة في عقول البشر مثل نباش القبور، مثل كم يا حلقة توضح فيها إن هذه الحاجات كذب، يعني قناة واحد يفتخر به، تستاهل يعني التشجيع، تستاهل الدعم، تستاهل. فلهذا السبب أنا حبيت أوصل هذه القصيدة للأخ أيمن القاسمي وأوصلها للجميع. قلت فيها: هل تعرفوا قناة زوايا مظلمة؟ القناة اللي وسطها أجمل نظام، القناة اللي تستحق التكرمة والقاسمي ذي يستحق الاحترام، اللي إذا غشي جميعا نفهمه، واللي إذا تكلم يقول أجمل كلام، هذا الذي يستاهل الكل تدعمه بالاشتراك واللايكة والانضمام. ما هو من اللي يعشقون الهنجمة من شان تتفاعل جماهير الكرام، ما هو من اللي كثروا بالعيدمة في البث مباشر والذي من دلثا، ما يشبه اللي قد تعبنا نعلمه أن يترك التيك توك وورده والحرام. الفهم عند القاسمي والترجمة في كل حلقة نبصر يكثر تمام. فرجاء إذا شفتوا أي واحد يطلع على السوشيال ميديا يوجه إهانات إلى اليمنيين أو يحاول استفزازهم، فهذه خطة شخصية منه، لا تردوا عليه. فخر اليمن ابن اليمن بل أودمه، والطيب والإخلاق يرفع له مقام. نصف اليمن في قانتك ذي مغرمة، والمغرمة في قانتك ناس فيها. من قانتك كم يا بشر ذي تعلمه، يا قاسمي تسلم على ذا الالتزام، يا فخر أبناء اليمن بالتقدمة حقق لعلمك والثقافة للأمام. هذه حقيقة قلتها والمؤلمة، للبعض يعمل مثل ما انتهى أوام. هذا كلامي والقصيدة أختمه بأجمل تحية لك أيمن، والسلام.